البحث عن دراسة في ألمانيا. هل انتوا كنتوا تعرفوا قبل كده ان في فيزا ممكن تقدم عليها في السفارة اسمها البحث عن دراسة مش البحث عن عمل؟ معلومة جديدة لمعظم الناس اللي بتتفرج على الفيديو، لان في السفارة او على الموقع الرسمي للسفارة مش هتلاقي ابدا فيزا اسمها فيزا بحث عن دراسة، هتلاقي بس الفيزا بتاعت الفيزا بحث عن عمل. وانا اتكلمت عن فيزا بحث عن عمل في فيديو قبل كده، اللي حابب ياخد فكرة عنها ممكن يروح. طب ازاي يا مصطفى انت عرفت ان في حاجة اسمها كده في فيزا بحث عن دراسة؟ يعني انت تيجي هنا المانيا تبحث عن مكان في جامعة؟ في داخل القوانين الألمانية ينفع تعمل كده. وهل تعرف حد يا مصطفى جه عن طريق الفيزا دي قبل كده؟ أعرف حد يا عزيزي المشاهد فعلا جه على نفس الطريقة ديت وجه بفيزا اسمها فيزا بحث عن دراسة. وأقول لك كمان واشدك أكتر، الفيزا ديت تاخدها أول مرة من بلدك 9 شهور، لا 3 شهور ولا 6 شهور، 9 شهور. متخيل؟ فلو أنت عايز تعرف معلومات أكتر كمل معايا الفيديو للآخر، أكيد هتستفيد أكتر حاجة. ما تنساش الدعم باللايك تحت. يلا بينا نتفرج على الفيديو النهاردة. ليتس جو. بص يا سيدي، زي ما في فيزا بحث عن عمل في فيزا بحث عن دراسة. الفيزا دي تحت قانون رقم 17 في القوانين الألمانية، اللينك بتاعه كمان في الوصف، ممكن تاخد فكرة عنه. ممكن تيجي تاخدها في حالة لو انت عندك qualifications تؤهلك انك تاخد هنا مكان دراسي في ألمانيا، سواء دراسي في جامعة سواء مكان في التدريب المهني. qualifications دي عبارة عن ايه؟ لو انت بتقدم على بكالوريوس لازم يكون معاك ثانوية عامة واخد سنة في كلية قبل كده. لو انت بتقدم على ماجستير يبقى لازم تكون مخلص بكالوريوس قبل كده. لو انت بتقدم على اوزبيلدونج لازم تكون انت واخد على الاقل تدريب قبل كده في نفس المجال او خبرة تقدر تثبتها في نفس المجال قبل كده. اهم حاجة في نقطة الفيزا بحث عن دراسة او الفيزا بحث عن اوزبيلدونج انك تكون عندك كواليفيكيشنز تقدر تقنع بيها السفارة. طب مصطفى الحوار ده انت عرفته منين؟ عرفته لما كان في صديق ليا حابب يجيب اخوه على دراسة ومش لاقي له قبول خالص في المانيا، فراح صديقي دوت لمكتب الاجانب وبيسأل على في انواع فيز تانية ممكن الواحد يجي بيها غير فيزا دراسة. ففي مكتب الاجانب قالوا له على نوع الفيزا دوت. الموضوع زغلل في عينه قوي. ليه بقى؟ لان انت الفرق بين الفيزا دي وفيزا الدراسة حاجة واحدة فقط، هي القبول الدراسي. يعني فيزا الدراسة انت محتاج لها قبول، من غير قبول انت مش هتعرف تروح السفارة وتقدم. الفيزا ديت محتاج بس انك تكون مقدم على كذا برنامج دراسي في المانيا او مقدم على كذا اوزبيلدونج وفرصك عالية انك تتقبل فيهم. فقانون 17 داخل القوانين الألمانية مكتوب بالنص اهوت: البحث عن مكان دراسي او مكان تدريب مهني. يجوز منح الاجنبي تصريح اقامة بغرض البحث عن منصب تدريبي للقيام بالتدريب المهني او الدراسة او مكان في الدراسة اذا توفرت فيه الشروط التالية: ما عداش 25 سنة، اللي هو يقدر يوفر حساب مغلق او ضامن مالي او منحة. تالت حاجة ان هو يكون كواليفيتسيرت، يعني عنده مؤهل ينفع ان هو يقدمه في السفارة ويعرف ان هو يجي بيه هنا يلاقي قبول في المانيا. رابع واخر نقطة هي انك تكون موفر اللغة الالمانية المناسبة، على الاقل تكون ماشي في اللغة الالمانية. لما صديقي جاب اخوه كان اخوه دوت واخد البي اينس بس عشان قدم على نوع الفيزا ديت وجه. لما اخوه بقى جاي يقدم في السفارة بصراحة استغربت: انت ازاي بتقدم على نوع الفيزا ديت؟ انت عرفته منين؟ قال لهم انا عرفته لانه موجود على القانون الالماني في الحته الفلانيه رقم 17. وقعد يطلع لهم الصفحه واتكلم معاهم. قعد 3 ساعات جوه السفاره انترفيو، يقعد يسالوه: طب انت عرفت منين؟ طب انت جيت منين؟ طب انت رايح فين؟ ازاي هتروح من غير قبول؟ قالوا لهم ما تخافوش، انا اخويا اتكلم مع مكتب الاجانب، مكتب الاجانب وافق خلاص على الورق في حاله لو هو الورق كامل وانا بعته من هنا من السفاره. الموضوع ده اصلا نرفزهم اكتر، عصبهم اكتر. ازاي السفاره ملهاش لازمه؟ السفاره ليها برضو الحق ان هي ترفض او تقبل الابلكيشنز بتاعت الفيزا. بس اخو صاحبي قدر ان هو يقنعهم اكتر، يقول لهم لا انا ليا نسبه قبول عاليه لو رحت فعلا هدرس هناك في المانيا. وفعلا خدوا مني الورق، والورق دوت راح على مكتب الاجانب. المكتب الاجانب طبعا صاحبي كان مستني بس اخوي يقدم، راح لمكتب الاجانب قعد معاهم، ومكتب الاجانب درس الورق قال له خلاص هنديله الفيزا 9 شهور، هنديله موافقه 9 شهور يجي هنا، بس بعد 9 شهور لازم تكون معاك قبول في المانيا. وللاسف ما بتعرفش تشتغل في الفتره 9 شهور دول، مش مسموح انك تشتغل خالص باي شكل من الاشكال، لا في اجازه ولا غيره. بس الفيزا دي موجوده، الفيزا دي موجوده، تقدر تبص عليها من اللينك اللي قلت لك عليه. والفيزا دي تقدر تحولها بعد كده بقى لما تلاقي قبول لفيزا دراسه وطالب عاديه، لما خلاص تجيب من انت مسجل في جامعه وما فيهاش اي مشكله. وحتى مكتوب اهو داخل القوانين يمكن
المنح الأجنبي تصريح إقامة بغرض التقدم للدراسة إذا 1 لديه متطلبات الأكاديمية واللغوية لبدء الدراسة أو يجب الحصول عليها غير فترة الإقامة وفقا للجملة رقم 2 اللي احنا قلناها. رقم 2 اللي هو يكون الفترة ديت عنده بلوكد أكاونت. مكتوب برضو إن تصريح الإقامة اللي أنت بتاخده في ألمانيا بيبقى 9 شهور زي ما أنا قلت لكم. سواء السفارة ممكن تديك فيزا ب9 شهور أو لما تيجي ألمانيا هتاخد إقامة 9 شهور. وفي نقطة كمان منبهين عليها قوي داخل القوانين، لا يمنحك تصريح الإقامة ال9 شهور دولت وفقا للفقرتين 1 و2 في الحصول على عمل مربح أو القيام بأنشطة الرياضية بدوام جزئي. يعني ما ينفعش زي ما قلت لكم تشتغلوا في الوقت دوت. ده مجملا الموضوع بتاع الفيزا البحث عن دراسة. بس هل ينفع انك تقدم عليها في اي سفارة؟ اعتقد هيكون صعب، لان السفارة نفسها مش هتقبل ان انت تروح تقدم عليها بدون قبول، يعني لازم تقدم على دراسة. بس في طريق انك انت لو في حد ليك هنا في ألمانيا يقدر يتابع لك ورقك، يروح لمكتب الأجانب ويقول له أنا صديقي مثلا أو أنا أخويا أو أنا قريبي في مصر عايز يقدم على نوع الفيزا دوت، بس السفارة ما عندهاش الأوبشن إن هي تدي الفيزا ديت. صعب. هل ممكن تديني جواب إن أخويا دوت ينفع يقدم في السفارة؟ لو مكتب الأجانب عرف يديك جواب بأن الفيزا دي موجودة فعلا وينفع تقدم عليها، خلي صديقك من غير قبول دراسي يروح للسفارة ويجرب حظه في إن هو يقدم من غير الورقة ديت. أنا بس حبيت أقول لكم إن في حاجة زي كده موجودة وممكن تفيد في يوم من الأيام حد ممكن يقدم عليها. أتمنى تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه. أشوفكم بقى على خير إن شاء الله في حلقات جاية كتير وحاجات كتير هقعد أجيبها لكم من القوانين الألمانية. إيه نظامها؟ دايما في أمان وسعادة. سلام أجدع ناس.